فيديو النهارده يا صديقي هو فيديو عن أداة ممكن تكون بسيطة بالنسبة لك، وإنما بالنسبة لناس تانية أداة مميزة جدا جدا ومهمة جدا جدا بشكل خاص للمصممين وكمان للناس اللي هم بيعملوا صور مثلا دعائية وخلاف من الكلام ده كله. شركة كوين اللي هي الخاصة بتاعت علي بابا أو كوين بتاعت علي بابا اللي احنا عارفينها، اللي هي بتنافس شات جي بي تي إذا كان في المحادثة والصور والفيديوهات وخلافه. عملوا أداة جديدة اسمها كوين ايمج اديت انجل، اللي انت بتقدر ترفع صورة مثلا والصورة دي انت بتتحكم في زاوية الشخص اللي واقف في الصورة. أداة بالفعل مميزة رغم بساطتها، وهسيب لك انا الرابط بتاعها تحت في الوصف. ويلا بينا بقى دلوقتي نشوف الشرح. زي ما انت شايف ان انا دلوقتي هرفع صورة، او لما تفتح الرابط اللي موجود عندك تحت في الوصف هدوس هنا عندي هرفع صورة. كمثال يا صديقي الصورة دي صورة مثلا زي ما انت شايف الصورة دي صورة يعتبر لانمي او شيء من هذا القبيل يعني. طيب انا دلوقتي مثلا محتاج اني انا اغير الانجل بتاع الصورة. لو انا جيت هنا مثلا حولت مثلا عندي اللي هو ال 90 درجة ده مثلا خليته يا سيدي كام 45 هلاقي عندي ان هو بالفعل ضار بالشكل ده زي ما انت شايف، بحافظ على نفس الشخصيه، والاهم من كل ده ان هو بالفعل حافظ على ابعاد الصوره كمان. طيب اقدر هنا مثلا ان انا اخليه مثلا اللي هو زي ما انت شايف ان هو عمل هنا في الخيار ده بيعمل زي زوم عندك على الصوره. فاهم قصدي؟ يعني لو انت جيت هنا رحت عندك هتلاقي ان هو هنا بيعمل زي زوم عندك على الصوره. الترجمه التحرك للامام عن قرب. فاهم قصدي؟ عندك هنا طبعا ده لو احنا مثلا جينا قللناه خلاه اللي هو افتراضا كاعلى، فهو الصراحه مميز جدا وبياخد الصوره بابعاد مختلفه مع الحفاظ على نفس الشخصيه. فخلينا عشان اكون منصف معاك، هيشتغل اكتر معاك للصور اللي انت هتعملها بالاي اي، انما الصور الحقيقيه اللي انا مثلا بتصورها بنفسي والكلام ده كله مش هتظبط، شكلها هيبقى بايخ جدا ومش هتظبط وهتلاقي في تشوه. عشان اديك مثال، دلوقتي مثلا هرفع صوره شخصيه ليا انا، دي مثلا يا سيدي صوره ليا انا اهو زي ما انت شايف. انا مثلا حابب احولها يعني على اليمين، اخد مثلا الصوره بزاويه مثلا او حاجه، هتلاقي عندك ان الصوره مش طالعه مظبوط، هتلاقي ان في تشوه شويه لانها صوره حقيقيه، هو مش هيقدر يعالج الواقعيه زي ما انت شايف. بص يعني تحس ان في تشوه في الصوره. فاهم قصدي؟ لو انا جيت مثلا هنا عملتها كانجل مثلا في الاعلى، لا ده دلوقتي هيكون الاسفل بقى. مش من الاعلى، لا دلوقتي هيكون من الاسفل افتراضا. مريب جدا شكلي مريب، بس انت فهمت الفكره. هو مش هتظبط. فاهم قصدي؟ مش هتظبط يعني. هي حلوه وجميله، مش هتظبط، بس هتظبط فقط لو انت بالفعل زي ما انت شايف. بص بوظني خالص، بس هي هتظبط اكتر بالفعل لو انت يعني بتستخدم مثلا صور اي اي، هتبقى كويسه معاك. ده كان الفيديو، اتمنى اكون يعني طبعا عندك هنا بيقول لك create video between image، يعني تقدر هنا تعمل فيديو ما بين الصور. فانا طبعا ده مش موضوعنا يعني، هو مش هيشتغل بشكل كويس معاك، بس المهم عندك اللي هو زود الصوره. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم على خير باذن الله فيديو جديد، ومع السلامه.